من يومين رحنا مدينة فاس في المغرب. فاس أكيد في المغرب. كانت المدينة جميلة جدا، استمتعنا فيها، وبطبيعة الحال رجعنا في الليل متأخر. في طريق العودة لكازابلانكا مرينا بالرباط، كانت الساعة تقريبا 11 ونص. في هذا التوقيت شفتهم بيغسلوا مناطق حوالين الموتوروي أو الطريق السريع. حين استذكرت زيارتي للرباط من أشهر في شهر أبريل، قعدنا هناك 3 أيام. قبل هذه الزيارة كان في شخص الله يرعاه بالخير في بريطانيا قال لي لازم تزور الرباط. ليش طيب يا أخي؟ بالعادة العواصم ما هي يعني مش أفضل حاجة، يعني هي مقر إداري. قال لا، لازم تزورها، مدينة جميلة، وبحسب وصفه في هذاك الوقت أنظف مدينة في العالم أو عاصمة، كان قال أنظف عاصمة في العالم. قال لي لازم تشوفها. رحت على الرباط، جميلة لطيفة مرتبة في ابريل كلاسيك. في السنتر انا بتكلم الانوار، التشجير، مهتمين جدا جدا في المدينة في العاصمة. صار معي موقف، كنت مضطر اطلع اقص تذاكر للقطار رايحين مراكش عشان نرجع لبريطانيا. كانت الساعة 11 في الليل، وشفت المنظر اللي بتشوفوه هذا. جماعة قاعدين بيغسلوها، انا ما اعرف كيف، انا اللي شفت انه في سائل زي الشامبو ومويه قاعدين بيغسلوا في السنتر. مدينة نظيفة، مدينة مرتبة. استذكرت كلامه هو بيقول لي أنظف عاصمة في العالم بحسب وصفه. موضوع التنظيف والاهتمام اللي شفته في الرباط بصراحة ملفت جدا للنظر، شيء ما بتشوفه في عواصم كثير حول العالم. اللي بصراحة جاء على المغرب وما مر على الرباط فأكيد إنه فاته كثير.